5 جرايم بنعملهم في عيد الاضحى بسبب اللحم. النهارده هنتكلم عنهم بالتفصيل وهقول لك البديل الصح لكل جريمه من غير حرمان او توقف متعه العيد. في جريمه منهم هتلاقيها موجوده في كل بيت وكنت بعملها قبلكم. انا محمد يوسف، اخصائي تغذيه علاجيه ومدرب شخصي ولياقه بدنيه. ما تنساش تعمل لايك ومتابعه ويلا نكمل الفيديو. كل سنه في العيد بلاقي عملائي بيرجعوا بنفس الشكاوي، تقل وانتفاخ وتعب. وخلي بالك ده مش من اللحمه، ده من اللي بيعملوا فيها. ويلا نبدا بالجريمه الاولى. اول حاجه الشوي على الفحم، بس بالطريقه الغلط. الشوي على الفحم ذات نفسه دي حاجه ممتازه واصح من القلي بكتير، بس في مشكله واحده بتحصل وفي العيد بالذات. لما اللحمه بتتحرق او بتسود من الفحم بتتكون مواد كيميائيه على اللحمه، والدراسات ربطت المواد دي بزياده خطوره الاصابه بسرطان المعده والقولون. طيب ازاي تعرف ان اللحمه اتحرقت؟ الاجزاء بتبقى سودة على الحواف. المشكله ان ناس كتير بتاكل الاجزاء دي عن طريق الغلط او عشان بتحبها. ده غير ان كمان لما اللحمه بتتشوي على الفحم وهو مولع الدهون بتقع على النار وبترجع بخار على اللحمه محمله بنفس المواد. الحل مش انك توقف شوي، الحل ابعد اللحمه عن النار المباشره، ومش لازم تحرقها، اشويها على نار هاديه. لو فيها اجزاء سوداء قشرها وما تاكلهاش، وتبل اللحمه بالليمون والثوم والزيت لان ده بيقلل تكون المواد دي بنسبه 70%. فانا حبيت اقول لك ان الشوي صحي وطعمه احلى، بس لازم نعمله صح. طيب انت دلوقتي شويته صح، بس في جريمه تانية بتحصل في التتبيل نفسه، وده يخلينا نخش على الجريمه التانية وهي السمنه البلدي والزيت بالكميات اللي بنحطها في العيد. ما تصدقش اللي بيقول لك ان السمنه البلدي مش بتضر والكميه هي اللي بتضر. معلقه السمنه البلدي فيها حوالي 100 سعر حراري ودهون مشبعه. في العيد الكبده والكلاوي والقلب والكوارع بتتحضر في سمنه كتير، فانت كده بتتكلم في حوالي 800 او 1000 سعره من السمنه بس، غير اللحمه الاساسيه اللي هي اصلا فيها دهون وباقي الاكل. انا مش بقول لك ما تاكلش سمنه، انا بقول لك خليك واعي للكميات. عشان كده خليك في المشوي احسن من المقلي او المحمر. ولو هتحضر بزيت معلقه صغيره كفايه، مش لازم 5 6 معالق يعني. الكبده المشويه من غير سمنه اطيب واخف بكتير، والقلي الجاف في الطاجن التيفال من غير زيت خالص بيطلع معاك طعمه حلو جدا. وحبيت اقول لك ان اللحمه اصلا فيها دهون طبيعيه كفايه ومش محتاجه اي مصدر دهون من بره. شوينا صح وقللنا دهون، بس في جريمه ثالثه في الاكل نفسه، ودي اللي انا كنت بعملها وهتلاقيها موجوده في كل بيت. بناكل اللحمه من غير خضار، مش علشان احنا ما بناكلش خضار او ما بنعملش خضار، بس في العيد اللحمه بتاخد كل الاهتمام، ودي مشكله كبيره جدا وعلميه، وهي اللحمه الحمراء، وخصوصا بالكميات اللي احنا بناكلها في العيد. محتاجه الياف عشان تتهضم صح وتعدي في الجهاز الهضمي بسرعه. ولما بتاكل اللحمه من غير الياف الهضم بيبطأ بشكل كبير، والنتيجه احساس بالتقل وانتفاخ واحيانا امساك بعد العيد. وفي حاجه تانية اهم، الدراسات بتقول ان اللحمه الحمراء لما بتمشي ببطء في الامعاء من غير الياف بتزود انتاج مواد مرتبطه بزياده خطر الاصابه بسرطان القولون. بس لما بتاكل اللحمه مع خضار والياف الخطر ده بينزل بشكل ملحوظ. يعني الخضار مش مجرد حاجه صحيه، ده الحارس اللي بيحمي جسمك من اضرار اللحمه الكتير. الحل بسيط جدا، قبل ما تاكل اللحمه خد طبق سلطه خضراء او خيار وطماطم، او اطبخ الخضار مع اللحمه في نفس الطاجن. الكوسه والفلفل والبصل كلها حاجات مفيده جدا لو عملتها مع اللحمه. الفلفل الرومي والكوسه والبصل مع اللحمه طعمهم حلو وبيدي معادله غذائيه كويسه. ده غير كمان ان الالياف بتشبعك اسرع وبتخليك تاكل لحمه اقل من غير ما تحس. طيب عملنا كل ده، وفي جريمه رابعه بتحصل في ترتيب الاكل نفسه. طبعا الصبح بعد صلاه العيد او بعد ما بتضحي تقوم واخد الكبده والقلب وتشوحهم وتاكلهم على معده فاضيه. الكبده في العيد بتاكل الصبح بدري على طول، ودي تقاليد موجوده في كل بيت مصري. والكبده نفسها من اكتر الاكلات المغذيه لانها غنيه بالبروتين والحديد وفيتامين B12. المشكله مش في الكبده، المشكله في التوقيت والتحضير. في الاول الكبده على معده فاضيه بتحمل على الكبد والكلى بشكل كبير، وخصوصا انها غنيه باليوريين والكوليسترول، فما ينفعش تاكل الكبده الصبح اول لما تصحى. الافضل يبقى كل قبلها اي حاجه خفيفه. تاني حاجه طريقه تحضيرها، الكبده المشويه احسن بكتير من الكبده المقليه في السمنه زي ما قلنا قبل كده. الكبده اللي اتقلت في 3 دقائق احسن بكتير من اللي قعدت في الطاجن ساعه. لما الكبده بتتقلي اكتر من اللازم الفيتامينات بتاعتها بتتكسر وبيفضل بس الدهون والسعرات. وجينا بقى للجريمه الاخيره، ودي ما حدش بيتكلم عنها خالص في العيد، لاننا في العيد بناكل لحمه في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. 3 وجبات لحمه في يوم واحد، مش لاننا جعانين، لان اللحمه موجوده وما ينفعش ما ناكلهاش. جسمك بيحتاج من 4 ل 6 ساعات عشان يهضم اللحمه الحمراء بشكل كامل. لما بتاكل وجبه تانية فيها لحمه قبل ما الاولى تتهضم ده بيحمل على الجهاز الهضمي، والنتيجه انتفاخ وغازات وتعب واحساس بتقل غير طبيعي. وده اللي بيحصل مع ناس كتير في ايام العيد وهم مش عارفين ايه السبب. الحل مش انك توقف اللحمه. طيب تعال اقول لك على الحلول اللي تخليك تعدي ايام العيد من غير مشاكل. الحل مش انك توقف اللحمه، الحل انك تاكلها باعتدال وتمشي على الخطوات اللي انا قلتها.
عملتها بالظبط. دلوقتي انت عندك الصوره كامله، خليني اجمعها لك في شويه تفاصيل. كل اللحمه المشويه وابعد عن المقليه او المحروقه. 2 خلي بالك من الزيت الكتير او الدهون الكتيره. 3 لازم تاكل خضار في يومك لان اللحمه من غير خضار غلط. اخر حاجه كل اللحمه في وجبه واحده اساسيه وما تاكلهاش في كل الوجبات خلال اليوم. اللحمه مش المشكله، المشكله في اللي احنا بنعمله فيها من غير ما نحس. لو الفيديو ده عجبك شيره لاصحابك عشان يتهنوا بالعيد من غير ما يحسوا بتقل في المعده. واكتب لي في الكومنتات ايه الجريمه اللي انت كنت بتعملها وما كنتش تعرفها. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم مبارك، واوعى تستلف راحتك على حساب صحتك لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.